في الحلقة بتاعتي على قناة تنت سألت عن مستقبل منتخب مصر في أفريقيا وفي كأس العالم. طبعا أنا جاوبت بكل صراحة وبكل وضوح، والإجابة بتاعتي دي كانت نتيجة إن أنا كنت بتفرج على منتخبات أفريقيا والكرة العربية والأفريقية من سنة 2019، آخر بطولة أفريقيا كانت في الكاميرون لحد الوقت الحالي، وشفت كل الاتحادات العربية والأفريقية بتطور من نفسها إزاي في عالم كرة القدم. حتى أنا اتكلمت في الموضوع ده بدل المرة مليون، وجات الفرصة إن أنا أكون على قناة فضائية وأجاوب على السؤال أو أطرح وجهة نظري للجمهور المصري وللمسؤولين عن الكرة في مصر. والإجابة كانت إن منتخب مصر هيدخل في المنافسة على أفريقيا بس مش هيفوز بالبطولة. وده طبعا كنت ممكن أهبد أي هبدة زي أي حد ما بيهبد وأقول إن منتخب مصر هيرجع في أول طيارة، ولما يتحقق الكلام بتاعي طبعا هكون إن أنا ملك التوقعات وإن أنا مفيش مني اتنين وإن أنا قاري المشهد كله. بس أنا جاوبت بالواقع وبالحقائق. منتخب مصر فيه عناصر تقدر تنافس على بطولة أفريقيا بس مش تفوز بالبطولة. ليه؟ لأن معناش مدير فني، وده اللي نصحت بيه اتحاد الكورة والمسؤولين عن الرياضة في مصر. كل المنتخبات وكل الاتحادات العربية والأفريقية بتطور من نفسها في عالم كرة القدم إلا منتخب مصر وإلا الكرة المصرية وإلا الاتحاد المصري لكرة القدم. جايبين مدرب يمسك منتخب مصر على أساس إن هو كان لاعب سابق في الأهلي أو في الزمالك أو أيا كان. طبعا كابتن حسام حسن كلاعب كرة قدم محدش يختلف عليه، سواء كان مع الأهلي سواء كان مع الزمالك، خد بطولات مع الأهلي وهداف وخد بطولات مع الزمالك وهداف. بس مدير فني لا يفقه أي شيء عن التدريب، عن الإدارة الفنية. الإدارة الفنية مش إن أنت بتحط تشكيل وخلاص، لا، الإدارة الفنية تكتيك وجمل وتشكيل واختيار لعيبة والتعامل مع لعيبة والتعامل مع المواقف والتعامل مع المباريات وقراية المباراة خلال 90 دقيقة. لأن كرة القدم أو المباراة زي الشطرنج بالظبط، زي لعبة الشطرنج. كل مدير فني بيحرك اللعيبة بتاعته في الملعب علشان خاطر يوصل لنتيجة إيجابية في نهاية المباراة. كابتن حسام حسن معتمد على نجوم منتخب مصر وعلى نجوم الكرة المصرية، اللي جايبهم من ليفربول واللي جايبهم من مانشستر سيتي واللي جايبهم من ننت الفرنسي واللي جايبهم من الأهلي والزمالك وبيراميدز. لعيبة نجوم في الفرق بتاعتها وبتاخد بطولات مع الفرق بتاعتها. يلا دخلنا مجموعة في تصفيات أفريقيا، لا حول الله ولا قوة منتخب مصر يفوز. نفس الكلام حصل في كاس العالم. طب احنا صعدنا كاس عالم ودخلنا أفريقيا، نبدأ بقى في التخطيط الصح. هل حسام حسن يصلح للإدارة الفنية لمنتخب مصر؟ لا، ولحد دلوقتي بقول لا. واتهاجمت بعد الحلقة بتاعتي وخدت هجوم غير طبيعي، للعلم ان الاعلام الرياضي المصري كله بعد مباراة منتخب مصر وكاب فيرد اللي انتهت بالتعادل الايجابي في المباراة وبفوز منتخب مصر بركلات الترجيح اتكلموا ان حسام حسن لا يصلح للإدارة الفنية لمنتخب مصر. سيبك بقى من القراية الفنية وسيبك من التكتيك وسيبك من قراية المباريات وسيبك من كل حاجة خاصة بالإدارة الفنية، ما عدا حاجة واحدة بس هنتكلم عليها، وهي التعامل مع اللعيبة، اسلوب التعامل مع اللعيبة. طبعا شفنا كابتن محمد الشناوي في التغييرة بتاعته وهو خارج بيشوح لحسام حسن، مش عاجبه التغييرة بتاعته. شفنا مصطفى محمد نفس الكلام في التغييرة بتاعته، ده غير التصريح بتاع كابتن حسام حسن على مصطفى محمد الكارثي اللي كل صحف العالم اتكلمت عليه. شفنا الأكبر من تصريح كابتن حسام حسن والأكبر من تغييرة مصطفى محمد والأكبر من اعتراض وتشويح محمد الشناوي اعتراض عمر مرموش على التغيير بتاعه. وده بيثبت لنا ان كابتن حسام حسن لا يفقه في الإدارة الفنية، سواء في التكتيك سواء في قراءة المباريات سواء في وضع التشكيل سواء في كل حاجة، حتى العامل النفسي والتعامل مع اللعيبة. كابتن حسام حسن كمدير فني فشل فيه. اتكلمت وقلت ان كابتن حسام حسن مسك فرق كبيرة بتاخد بطولات وفرق كتيرة بتنافس على بطولات وما فاز ولا ببطولة. يجي بقى مع منتخب مصر، ايه السبب اللي كابتن حسام حسن يمسك الزمالك وبيراميدز والمصر والمحلة ومسك فرق كبيرة بتنافس على بطولات وفيها نجوم وما يفوزش ببطولة؟ علشان خاطر مش بيعرف يعمل تكتيك، او مش بيعرف يحط تكتيك، مش بيعرف يقرأ المباريات، مش بيعرف يحط تشكيل، مش بيعرف يتعامل مع اللعيبة تعامل نفسي.
انا متوقع ان مصطفى محمد يقدم كوارث في افريقيا او يعمل اي مشكلة يمتنع عن منتخب مصر، وبكده ممكن نخسر مهاجم بحجم مصطفى محمد. واي حد معترض على امكانيات مصطفى محمد هو ما عندوش مهاجم في فرقته اساسا. اي حد معترض على اللعيبه النجوم اللي حسام حسن بيعترض عليهم او بيهاجمهم هو ما عندوش نجوم في فرقته، وكل اللي بيعمله في فرقته ان كابتن حسام حسن بيطبطب عليهم وبيعمل لهم كل اللي هم عايزينه، حتى لو شوحوا له، حتى لو شتموه، حتى لو عملوا في اي حاجه لهم معاملة خاصة واستثناءات، وبالبلد كده معاهم حصان. علشان كده فجأة شفنا بعض من جمهور الكرة المصرية بيدافع عن كابتن حسام حسن، واحنا شايفين منتخب مصر صاحب اكبر عدد بطولات افريقيا، صاحب اكبر تاريخ في الكرة الافريقية سواء على المنتخبات او على الاندية في المستوى اللي احنا شايفينه ده. واكبر دليل على كلامي اللي اتحقق ان كل المنتخبات العربية والافريقية بتطور من نفسها في كرة القدم، جينا في مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر الأخيرة. منتخب مصر طول المباراة ما عملش جملة تكتيكية واحدة، مش عارف يضغط ضغط عالي ولا عارف يدافع ولا عارف يستحوذ، أقل حاجة اللي هي الكنترول على الكورة ما شفناهاش.